اهلا وسهلا البنات، شخباركم على خير؟ نتمنى تكونوا في احسن حال وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا جديد. كيف كتشوفوا انا خارجه دابا لابسه جلابيتي وخارجه سارحه. كنضحك معكم البنات. المهم دابا يا غادي نمشي نتلاقى بنت عمتي، نتسناها تخرج من الخدمه وغنمشيو ندورو انا وياها شويه باش غنمشي معاها لدارهم نبات معاهم. صافي ما عرفتش بصراحه بالضبط شنو غادي يكون في هذا الفيديو هذا. اي بلاصه مشينا لها او اي حاجه درنا غنشاركها معكم. واول حاجه بدينا بها هي الماكله اللي ما كيقدر شي واحد يستغنى عليها. قالت لي ضروري غادي نمشيو ناكل واحد البوكاديوس كيديروه لذيذ بزاف، كاين في حسان حدا كوك ماجيك. صراحه المحل اللي هو نقي وبنين بنين بصراحه. كليت شحال من انواع ديال البوكاديوس ولكن هذا رائع. وبقينا كنموتوا بالضحك. قلت لها الريجيم صافي مشى في مره. 3 الانواع ديال البطاطا ولا 4 ديال الانواع، ها الفريت ها التورتيه ها البطاطا مشرمله مع البطاطا بشكل واحد اخر. المهم كليناه، واهم حاجه في هادشي هو انه لذيذ ونقي. هي وهي من بعد دزنا الايسوا كيكي. كاينه ديزيني تماك اللي دايرينها في باب الحاد في البلاصه ديال كازا كالغي، وقلت ليها يلا ندخلوا نشوفوا شنو كاين، واش كاين شي جديد او لا شي حاجه زعما مهمه او شي حاجه اللي يقدر يشريها الواحد. دخلنا دايرين الصول الدنيا عامره، ما كاينش بصراحه شي حاجه اللي بانت لي انني نقدر مثلا تعجبني نشريها. صافي حاولت نصور لكم بعض الحوايج. الشليل بليتيني بالتخمام، نتمشى وسط الظلام، مسافر بلا قنديل، مهدود الحيل نعفر في الايام، طريقي مليها رسام، يا ويلي ويلي ويلي، خايف نقول عييت وانا عاد اديت ويام، مغبون سهران الليل 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 ويا ليلي يا ليل. سالينا من السي كيكي. بصراحه انا ما خديت حتى شي حاجه سميه اللي خدات من تماك. دزنا لاي تباها كتقلب على شي واحد بغات تقب ودنيها يكون مختص في ثقب الاذنين. ودابا كنقلبوا على شي واحد. لقينا واحد المحل كيبيع المجوهرات ديال الذهب ديال النقره ومختص في ثقب الاذنين. بصراحه كيتعامل وعنده الاثمنه جد مناسبه لا بالنسبه للنقره. بحال هذا البراسلي هذا راه هو نقره والثمن قال لي 150 درهم وزوين سامبل بصراحه، وعنده موديلات واحد اخرين زوينين يعني كاين الاختيار. الحي رياض الحي رياض وحق الله كيما نهضروا كاع الحي رياض. المهم شحال ما كنت في الطوبيس حتى انا صافي لهم طومرما. صافي نزلنا دابا يا من الطوبيس. عرفتي مده طويله البنات ما ركبت فيه والله العظيم. وصافي دابا غاديين للدار. ما عرفتش واش غادي نصور ولا ما غاديش نصور. المهم صورت وهذاك ما صورتش غادي تلقاو حتى تما عند اختي. صافي البنات دابا جيت عند اختي من عند عمتي. جيت انا وبنت عمتي عند اختي. جينا عاوتاني ندوزو شويه الوقت والواحد يجمع الجمع ديال العائله راه زوينه. ودابا بغيت ندير شي حاجه للعشاء وبغينا شي حاجه خفيفه، ما بغيناش شي حاجه نغلقوا فيها مرقه ولا طاجين ولا بغينا غير شي حاجه هكذايا خفيفه. وقلت علاش لا نشارك معكم هاد لاكيش هادي سميتها كيش لورين. العجينه ديالتها سهله بزاف وكذلك الحشوه اللي حشوه بسيطه ولذيذه بزاف وما فيهاش قوه ديال المكونات. نبدا معكم مع العجين. هذا العجين يمكن لكم تعتمدوها في اي كيش مالحه ديروها. هاد لاكيش كتجي شويه بحال مورقه ولذيذه بزاف. المهم انا غادي نعطيكم المقادير اللي عندي.
عندي هنا ربعة ديال الدقيق، نص ربعة الزبده، معلقه صغيره ديال لاموطاد، يمكن لكم تنسموها باش ما بغيتو، الملحه، شويه ديال البزار، يمكن لكم ديروا حتى تومه بودره او ديروا هذه البصله بودره. صافي غادي نجمع دابايا، نجمع نرمل العجينه حتى ترمل كلها والزبده تنسجم مع هذاك الدقيق وتولي لنا العجين مرمله. المهم نتوما تشوفوا معايا كيفاش غادي تولي، وعاد ديك الساعه غادي نشوفوا التتمه. البنات صافي دابا بعد ما ترملات لينا بحال هكذا، دابا غادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال الماء، معلقه كبيره ديال الحليب. كي شفتوا هاد العجينه راه ما فيهاش البيض، صافي ونجمعوها غير بالاطراف ديال الاصابع ديالنا. شويه ديال الماء، صافي نجمعها ونتلاقاو من بعد. البنات القوام ديال العجينه هو هذا، هانتوما كيف شفتوا غير هذاك شويه ديال الماء اللي زدت. نتوما كل واحد على حساب الدقيق ديالو واش كيشرب ولا ما كيشربش، المهم ما تجيكمش مرخوفه بزاف. صافي غادي ندير لها الفيلم ايمونتير ونديرها في الثلاجه، ضروري ترتاح واحد تقريبا نص ساعه، الوقيته اللي غادي نطيب الحشوه وتبرد لينا وصافي. وديك الساعه راه غتكون العجينه ديالتنا ارتاحت لينا. بالنسبه للحشوه كيف قلت لكم الحشوه سهله، فيها جوج ديال المكونات. عندي هنايا بصله كبيره مشلضه هكذايا على شكل طولي، وعندي هنايا شاركوتري او داند فيمي، يمكن لكم تنوعوا ديروا ديال السومون، ديروا ديال المهم اي شاركوتري عندكم متوفر عندكم ديروه. خديت هنايا دوك ما خديتش بالعبار، خديت اللي بالساشي تقريبا 9 دراهم الوحده او 8 دراهم، المهم كل واحد وبشحال كيتباع. خديت هنا جوج ساشيات اي 200 غرام، 100 غرام في كل ساشي. صافي غادي ندير البصله تشحر مع شويه الزيت، شويه الملحه، شويه ديال البزار. صافي نشحر البصله مزيان حتى تبلينا، الملحه ما تكتلوهاش راح يتشحر. صافي كيف شفتوا البصله ها هي دبلات بطبيعه الحال، العافيه راه نقصت منها باش ما تحرقش لينا طيب على خاطرها. وغادي نزيد هذاك الشاركوتري وصافي ونخليهم يتشحروا بهذا الشكل هذا. بالنسبه لاباغي كيش غادي نحتاجوا لها ربعه ديال الكريمه الطبخ، جوج بيضات كبار، معلقه كبيره ديال مايزينا، شويه الملحه، شويه البزار، شويه الكوزه الا بغيتو تنسموها باي مثلا الثومه غبره، البصله غبره، المهم باش ما بغيتو تنسموها. انا غندير لهم غير الملحه والبزار. صافي هادشي اللي غادي ندير. كيف شفتوا البنات درت هنايا معلقه كبيره ديال مايزينا، درت معاها البيض، شويه الملحه، شويه البزار، خلطتهم مزيان حتى نسجموا لينا. وانا نزيد الكريمه ديال الطبخ وصافي نخليها دو كوتي، نخليها على جنب بيد ما نطلق العجينه. المهم نتوما غتشوفوا معايا المراحل. العجينه بعد ما بردات واحد نص ساعه تقريبا، صافي دابا غادي نطلقها
ضروري ديروا الدقيق باش ما تلصقش لينا. تقدر تلتصق لينا، واخا انها هي ما غاديش تلتصق على ود راه معجونه بالزبده. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ما غاديش نثقبها، هانتوما غتشوفوا معايا غادي نديرها هكذايا، ومن بعد غادي ندخلها للمجمد واحد 5 دقائق تشد راسها، وصافي ديك الساعه غادي نعمر الحشوه والفران غادي نشعلو قبل. بعد ما خرجت لاكيش العجينه من الفريغو تقريبا غير واحد 5 دقائق بين ما شدت راسها، صافي دابا غادي نعمرها بالحشوه ديال البصله وديال الشاركوتري. الحشوه يمكن لكم ديروها باش ما بغيتو، غير هاد لاكيش كتجي هكذا كيش لوغين، هو هذا بهاد الحشوه هذه كتجي. صافي نستمر هكذايا. من بعد غادي ندير شويه ديال الفرماج وغندير لاباغاي كيش، يعني خاصكم هاد لاباز ديال العجينه ولا باز ديال لاباغاي كيش دائما تعتمدوا عليها، من غير شي واحد الا عنده مثلا شي عجينه كيعتمد عليها دائما وكتصدق ليه حتى هذيك مزيانه، والحشوه هي اللي تلعبوا عليها. ندير شويه الفرماج الوسط ونتمنىكم انكم تجربوا هاد لاكيش هذه، حيت كتجي كيش واعره بزاف ولذيذه. ودابا غادي ندير بلاتي نخلطها. صافي دابا غادي نكب، ولكن ما غاديش نعمرها كامله حيت مع البيض كتنفخ وهي راه كتشقق. كيفاش البنات ما خاصكمش تعمروها بزاف، راه غير النصف ديالها على ود البيض راه كتنفخ، وإلا عمرها تكسر من القياس غادي تفيض لينا. صافي دابا غادي ندخلها للفران اللي سخنته انا قبل، ونتلاقاو في الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. لاكيش بعد ما طابت لينا كتجي هائله ما شهيتكم فيها. العجين اللي هي عجين ناجحه مورقه سهله، المقادير سهلين، كذلك الحشوه مقادير اللي هما سهلين وبساط، يمكن لكم توجدوها في اخر لحظه بنينه. وهاد الوصفات بعض الوصفات اللي كنعطيكم راه من وصفات ماشي غير هكذاك، راه كناخذهم من لي كور ديال لا كويزين اللي كنقرا باش نعطيكم دائما، نحاول نعطيكم شي حاجه اللي هي جديده. كيف كنستافد حتى انا نبغيكم حتى نتوما تستافدوا، ونتمنى هذا الفيديو هذا يستحسن الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ما تخليو التعاليق ديالكم كذلك اللايكات، وان شاء الله نتلاقاو مع فيديو جديد.